بعد ما ريال مدريد كسب وحرق دمنا بهجوم جونزالو غارسيا اللاعب الشاب اللي عنده 20 سنه وطلعت الاخبار ان في مشاده ما بين فينيسيوس ومودريتش، واللي حصل بعد المباراه او قبل المباراه ب5 دقايق ما تنتهي، حتى بيقول لك فينيسيوس ما احتفلش في احتفالات بعد المباراه. كده بيكون في احتفالات طبعا بحكم ان الفوز جاي بصعوبه، طبعا بصعوبه بالغه كمان، ومتضايق لحد دلوقتي الليجانتس. والله فريق يعني كان يستحق ان هو يوصل حتى اشواط اضافيه ويخسر يا سيدي، بس ما علينا. هي دي ريال مدريد وهي ده طريقتها في ان هي تكسب. ممكن تقدم اداء زي الزفت، لكن بوجود كام لاعب كده منهم مثلا بالنسبه لي النهارده نجم الليله هو ابراهيم دياز، لاعب غير طبيعي وجبار، والوحيد اللي بشوفه لحد دلوقتي بحس ان ده في حته كده من ميسي. هو طبعا ما يوصلش لميسي بس في حاجه يعني من ميسي. وحصلت الخلاف اللي ما بين فينيسيوس ومودريتش بسبب ان كوره والدقيقه 2-2 والدقيقه 87 وفي هجمه مرتده على ليجانيس، وفينيسيوس كالعاده بيتدلع في هجوم ريال مدريد، واللي بيهاجم وحش وبيدافع وحش. هو فينيسيوس عارفين ما بيرجعش يدافع، وده ازمه اتحصلت برده الماتش اللي فات ما بين فينيسيوس وسيبايوس، واللي كان برده في خلاف ما بين. ففينيسيوس باللي هو بيعمله ده هو كمان هيتاخد منه حب جماهيره. يعني انت لما تروح تمسك في مودريتش فده حاجه عند جماهير ريال مدريد اسطوره، انت لسه ما جيتش ربع مودريتش، يعني انت لسه ما جيتش حاجه في تاريخ ريال مدريد بالنسبه لمودريتش اللاعب الاكثر تتويجا مع ريال مدريد. برده ما تمسك في زميل ليك زي سيبايوس، ما دي برده مشكله انك بتمسك في اللعيبه اصحابك. انت يعني كفايه انك بتمسك في الحكام، في الجماهير، في الفرق اللي قصادك، ما بالك بقى ما بتنقل على لعيبتك. ففينيسيوس هو هيبقى عمره قصير بسبب المشاكل دي. فينيسيوس عصبي، فينيسيوس بيتعصب بسرعه قوي، مش عارف على ايه. انت لسه مش النجم اللي هو كريستيانو ومش ميسي عشان تتشرط على ريال مدريد. فهو الاقرب ان كده فينيسيوس لو فضل مستمر بالطريقه دي والله ما بعيد تلاقي فينيسيوس ده كمان فتره عادي معروض لريال مدريد، بتبقى بيعه للسعوديه وعندهم رودريجو مكانه ويلعب في الحته دي افضل منه مليون مره. ففينيسيوس المشاكل اللي بيعملها ده هتاثر على مستواه جدا، وبالذات بقول لك مش اختصر ان هو يشد مع الناس اللي ضده او الحكام، لا ده بيمسك في لعيب ولاعب زي مودريتش كمان. الموضوع ممكن يتلم، بس ما دام اتفتح صدقني هيبقى فيه صعوبات هتواجه فينيسيوس كتيره قوي.